المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. وزارة الصحة تخرج 15 من أعضائها بدرجة الماجستير. توزيع الأراضي في مديرية قال نفحي بالإقليم الأوسط. اختتام مهرجان الإريتريين في أستراليا. مقتل 12 شخصا في هجوم انتحاري بنيجيريا. إيطاليا توافق على مهمة عسكرية في النيجر. والثلوج تجتاح ولايات جنوب أمريكا وتتسبب في إغلاق المدارس. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرجت وزارة الصحة أمس 17 من يناير 15 من أعضائها بدرجة الماجستير بالتعاون مع جامعة داندي الاسكتلندية في مجالي الصحة الدولية والرعاية المتطورة للمرضى. أوضحت وزير الصحة السيدة آمنة نور حسين في مناسبة التخريج التي حضرها كبار المسؤولين في الدولة وممثلي جامعة داندي والدبلوماسيين المعتمدين والضيوف المدعوين أن البرنامج جزء من الاستثمار الذي تقوم به الحكومة الإريترية لتطوير القدرات البشرية في مختلف المجالات. وأضافت بأن التعاون مع جامعة داندي أثمر عن تخريج 156 عضوا منذ عام 2003 في مختلف المهن بدرجة البكالوريوس، وتعتبر هذه المرة الأولى للتخريج بدرجة الماجستير. من جانبها أوضحت عميد مدرسة التمريض والعلوم الصحية بجامعة داندي البروفيسور لين كيلبراد أن التعاون التعليمي الذي استمر ل15 عاما يعتبر مفخرة للجامعة، معربة عن الإحساس بالشرف لإنهاء برنامج الماجستير الذي بدأ عام 2013. وقال المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتطوير القدرات البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهاني دبرو إن وزارة الصحة تعمل لتنمية قدرات أعضائها بتدريسهم في الكليات المحلية والدراسة عبر المراسلة والإرسال إلى الخارج. وأشار ممثل الخريجين إلى أن الدراسة بالمراسلة من الوسائل التعليمية الحديثة لاكتساب المعرفة، شاكرا وزارة الصحة للفرصة التي أتاحتها للدراسة أثناء العمل. تم توزيع أراضي الملكية الخاصة المعروفة باسم طيسة في 13 و15 من يناير في قريتي امبياتو وعد زمات بمديرية كالا نفحي في الإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول فرع الأراضي في إدارة الإقليم الأوسط السيد منقس هبتسين أن الأراضي قدمت ل 514 شخص، منهم 136 امرأة في امبياتو و508 شخص منهم 192 امرأة في عد زمات، الذين أوفوا واجبهم بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عام 2014 من وزارة الأراضي والمياه والبيئة. وقال إن سكان قرى لاجين وبلزة وعدي العادة وزعد كريستيان وكوازين وعدي باخواي وعدي غيره وعنقاضو قد ملأوا الاستبيان المطلوب، وسيتم توزيع الأراضي في وقت قريب، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل في القرى الأخرى. اختتم المهرجان السنوي 18 للإريتريين في أستراليا الذي نظم من 12 وحتى 15 من يناير تحت شعار نبراس التطور المستدام بمدينة ملبورن بروح وطنية كبيرة. وتضمن المهرجان معرضا للمعمار الجميل لأسمرة وسيمينار عن الأوضاع الراهنة وفعاليات ثقافية وترفيهية ومحاضرات حول الصحة والتعدين ومناشط رياضية. كما اشتمل المهرجان الذي زاد بريقه مختلف الأنشطة على يوم الأسرة وتقييم أنشطة التنظيمات الوطنية للجاليات والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة واتحاد المرأة وغيره، والإقرار لعمل المجلس الوطني للجاليات الإريترية بتنظيم أقوى. وقدمت في ختام المهرجان الذي شارك فيه الإريتريون القادمون من كافة مناطق أستراليا وأصدقائهم الجوائز للفائزين في المسابقات الرياضية. وقال قنصل إريتريا العام في أستراليا ونيوزيلندا السيد محاري تخستي في الكلمة الختامية التي ألقاها إن المهرجان كان ناجحا بكل المقاييس وشكر كل المساهمين.
وقد حضر مناسبة افتتاح المهرجان في 12 من يناير عمد مختلف المدن الأسترالية ونائب مدير قسم الخارجية والتجارة في مقاطعة فيكتوريا وممثلي أقسام حرس الحدود الأسترالية ونائب مفوض شرطة مقاطعة فيكتوريا والقنصلين الشرفيين لنيوزيلندا والمالديف والضيوف المدعوين. عقد سفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر سيمينارا للإريتريين المقيمين في دبي وضواحيها حول الأوضاع في البلاد ودور المواطنين، وأوضح بأن جهود بناء دولة تمتلك الاستقرار الاقتصادي المستدام تحقق نتائج مرضية، مشيرا إلى تنفيذ برامج فاعلة لإرساء البنى التحتية التنموية الهامة وتوفير خدمات المياه والكهرباء. وقال إن نجاح البرامج الوطنية ترتكز على اصطفافنا ووحدتنا، داعيا الإريتريون في الإمارات العربية المتحدة لتقوية التنظيم وتعزيز المساهمة. وأجاب السفير عثمان محمد عمر على أسئلة واستفسارات الحضور. قدمت الجمعية التعاونية للإريتريين المقيمون في بوفنسن أبرجافين الألمانية مبلغ 4000 يورو لجمعية بنتهو الوطنية وجمعية المعاقين ذهنيا وجسديا. وفي مراسم تقديم التبرع في 17 من يناير قال ممثلو الجمعية إن دعم المحتاجين من ثقافة الشعب الإريتري المتجذرة، وأن التبرعات المالية التي قدمت هدفت إلى تمكين أعضاء الجمعيتين من الاعتماد على الذات. ومن جانبهم شكر رؤساء الجمعيتين التبرعات المقدمة، مؤكدين بأن الدعم سوف يوظف لتحسين الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وخدمات الصحة. في غضون ذلك قدم المواطنون من مجموعة البالتوك المنضوين تحت اسم هيجدف فيجن روم والمقيمين في مختلف مناطق العالم بمبلغ 11,000 دولار للسيدة إسكالو جابر ميكيل التي تقوم برعاية المناضلين المعاقين في ميحبار رغم معاناتها. ضبطت الجهات المختصة في مدينة حقات حوالي 50 كنتالا من المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى منتهية الصلاحية وإحراقها، واشتملت المواد التي ضبطت في المتاجر على المشروبات الغازية والعصائر والشاي والصلصة والألبان والطحنية والزيت والمكرونة وغيرها، وقدرت بنصف مليون نقفة. ودعا مسؤول الصحة البيئية في مديرية حقات السيد موسى جبرهيوت المواطنين لتوخي تاريخ صلاحية الشراء أثناء شراء المواد الاستهلاكية. من جانبها أوضح مسؤول النظام والقانون في مدينة حقات السيد زيناوي ستيفانوس أن على المتاجر الكف عن بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، داعيا المواطنين للتعاون لضبط هذه المواد. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي قال مسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنيو في نيجيريا إن انتحاريين يشتبه أنهما من جماعة بوكو حرام فجرا نفسيهما في هجوم في مدينة مايدوجوري شمال شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين. وقال المسؤولون إن الانتحاريين نفذا الهجوم في منطقة مونا جاراج على مشارف مايدوجوري محور الصراع مع الإسلاميين المتشددين، ويوجد بالمنطقة مخيم للنازحين وغالبا ما يكون هدفا لهجمات بوكو حرام. وفي نيجيريا أيضا خطف أمريكيان وكنديان خلال كمين نصبه مسلحون في شمال نيجيريا وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة. وكان الأجانب في طريقهم إلى العاصمة الفيدرالية أبوجا حين كمن لهم مسلحون مجهولون وقتلوا شرطيين 2 كانا يرافقونهم وفق ما أوضح المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا. وافق البرلمان الإيطالي على زيادة الوجود العسكري في ليبيا ونشر ما يصل إلى 470 جنديا في النيجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى أوروبا. وفي نهاية العام الماضي قال رئيس الوزراء باولو جنتولوني إنه سيعيد نشر بعض الجنود من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا، وهو أمر استدعى أن يستأنف البرلمان العمل للموافقة على ذلك بعدما كان قد أوقف جلساته بالفعل قبل الانتخابات العامة المقررة في 4 من مارس.
وتم الإعلان عن مهمة النيجر في 28 من ديسمبر مع انضمام إيطاليا إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين تنشران بالفعل قوات هناك في جهود تعزيز السيطرة على أراضي وحدود النيجر. وقال رئيس الوزراء إن البعثة ستضمن الاستقرار في المنطقة، وسيتقلص عدد الجنود الإيطاليين في أفغانستان إلى حوالي النصف، بينما سيتم سحب قرابة 200 جنديا من العراق. اجتاحت عاصفة ثلجية معظم جنوب الولايات المتحدة، ما أجبر المدارس على إغلاق أبوابها وأدى لتأجيل أو إلقاء آلاف الرحلات الجوية مع انخفاض درجات الحرارة بشكل قياسي. وقالت خدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس إن العاصمة تسببت في وفاة أحد الأشخاص عندما هوت سيارة من فوق جسر متجمد. وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن تحذيرات من سوء حالة الطقس صدرت الولايات المتحدة الشرقية، وألقيت أو تأجلت أكثر من 360 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي. وقال مسؤولون إن حكام جورجيا ونورث كارولينا ولويزيانا أعلنوا حالة الطوارئ بسبب الطقس المتجمد الذي تسبب في عدد من حوادث السيارات خلال ساعة الذروة. تمكنت مجموعة من الغواصين من اكتشاف وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك، ما يكشف عما يعتقد أنها أكبر مقارة خارقة على وجه الأرض، وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة. وقال مشروع جيران أوكوفيرو مايا المخصص لدراسة المياه الجوفية في شبه جزيرة يوكتان والحفاظ عليها إن المقارة التي تمتد 347 كيلومترا تم استكشافها بعد تفقد متاهة من القنوات المغمورة على مدى شهور. وتمتلئ شبه جزيرة يوكاتان بآثار شعب المايا الذي كانت مدنه تعتمد على شبكة من الكهوف المغمورة الموصولة بالمياه الجوفية والتي تعرف باسم الفجوات الصخرية. فاصل أخير ونوفيكم بالنبأ الرياضي، كونوا معنا. فاز تشيلسي بركلات الترجيح على نورتش سيتي المنتمي للدرجة الثانية يوم الأربعاء ليتأهل للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة متقلبة انتهت بالتعادل 1-1 بعد وقت إضافي، وأنهاها بطل الدور الممتاز ب9 لاعبين. وكان أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي غاضبا في نهاية المباراة بعد طرد بيديرو والفارو موراتا في الوقت الإضافي، ورفض الحكم احتساب ركلتي جزاء لفريقه، لكن بطل إنجلترا حافظ على هدوئه ليفوز 5-3 في ركلات الترجيح. وتجاوز وينجان عقبة بورنموث المنتمي للدرجة الأولى بثلاثية نظيفة في نفس الدور. هذا وفي ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا أهدر ميسي ركلة جزاء ليخسر برشلونة حامل اللقب في آخر 3 مواسم بهدف نظيف أمام جاره إسبانيول، وسينتهي سجله الخالي من الهزيمة عند 29 مباراة في كل البطولات هذا الموسم. وأحرز أوسكارو ميلدينو هدف إسبانيول في الدقيقة 88 بعدما تصدى دييغو لويز حارس مرمى ريال مدريد السابق لركلة جزاء من ميسي في بداية الشوط الثاني. وفي دوري الدرجة الأولى الفرنسي هز نيمار الشباك 4 مرات، وتقاسم إندسون كافاني صدارة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ في الفوز الكبير ب8 أهداف للا شيء على ديجون. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.